السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة تيما وصفة وفلوق. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن اولا ملوي معمر كيجي بحشوه سهله كيجي غزال. المهم بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو العجينه ديال المسمن العاديه اللي كتستعملوا في داركم. انا غادي ندير كاس ديال دقيق القمح الكامل يكون بالنخاله رقيقه ديالو، الماء، شويه ديال الملحه، والطحين اللي غادي نحتاج هو جوج زلافات ديال الطحين. تقدروا تخدموا الطحين نتوما اللي كتستعملوا، القمح مشطاط اولا اللي بغيتو. المهم الوصفه العاديه والمعتاده ديال المسمن ديالكم غادي نغربلوه، ضروري خاصو يتغربل، وغادي نضيفوا عليه شويه ديال الملحه، وغادي نديروا الماء يكون عادي، ما دافي ما حتى شي حاجه، غير عادي هكا من الروبيني. وغادي تعجنوا العجينه ديالكم، غير جمعوها في الاول، ما تصدعوش راسكم، ما تدلكوها ما والو. الا كنتو غادي تستعملوها في البلاصه يعني محتاجين واقفين عليها واخا، اما الا ما كنتوش محتاجينها صافي جمعوها بحال هكا. نتوما كتشوفوا مازال ما مدلوكه ما والو، وغادي ديروها في واحد البلاستيك غذائي وصافي خليوها على جنب ترتاح مزيان. كل ما ارتاحت كل ما غتعطي نتيجه مزيانه. من بعد غادي ندوزو نديرو الخضره. انا غادي نديرها ديال البصله الخضاريه، غسلوها مزيان، غسلوها الوريقات ديالها ورقه بورقه، المهم راكم عارفين كي كتغسل. قطعوها مربعات، ديروها في شي مقله، زيدوا عليها الفلفله حمراء، شويه ديال التحميره، وغادي تزيدوا شويه ديال الابزار، وغادي نضيفوا شويه ديال الملحه، ونديروا شويه ديال الخرقوم كيتماشى بزاف مع الابزار، وغادي نضيفوا واحد شويه ديال المعدنوس مع زيت الزيتون، وغادي نشحروا كل شيء ونخليو هاد الخضيره حتى طيب مزيان وطيح صافي. بحال هكا من الاحسن شحروها على العافيه، تكون شويه مجهده باش ما تطلق لكمش الماء. من بعد ما غادي طيب مزيان غادي نضيفوا لها واحد شويه ديال الكمون ديما بقاو تخليوه في التالي باش ما يبقاش يطلق لكم المروريه. من بعد نخليوها تبرد وغادي نرجعوا للعجينه. هنا العجينه كتكون ارتاحت، ودابا غادي تدلكوها واحد شويه، ضروري خاصها تدلك. نتوما عارفين العجينه ديال المسمن ضروري خصها تدلك، ما يمكنش تصايبوها غير هكاك. العجينه كتكون شويه شاده في راسها بحال هكا، وغادي ندوبوا شويه ديال الزبده مع زيت الزيتون. داك زيت الزيتون مع الدقيق ديال القمح كيعطي واحد المذاق غزال للعجينه، غير جربوها وغادي تشوفوا. وصافي غادي تشكلوا الكويرات بالحجم نتوما اللي بغيتوهم كبار ولا بغيتوهم صغار، وغادي تحطوهم هكا في شي بلاطو، دهنوا الوجه ديالهم شويه بالزيت وغطيوهم بشي بلاستيكه. الحشوه هي بعد ما كنديروها في الطبسيل يكون هكا عريض باش كتبرد دغيا. غادي نحطوها على جنب وغادي نبداو كنورقوا في العجينه. اول حاجه غادي نديرو هي ضروري خاصكم ترشوا شويه سطح العمل بالزيت، وصافي غادي تطلقوا العجينه ديالكم عاديه، تلقى العاديه اللي كنصايبوها للمسمن. المهم طلقوا العجينه حتى ترقاق بحال هكا، وغادي نرشوها واحد شويه بالزيت، خصو يبقى يبان لكم سطح العمل رخامه ولا اي حاجه كتخدموا عليها. وغادي ديروا واحد الكميه ديال الحشوه اللي خصها تكون بارده مزيان. ديروا داكشي اللي بغيتو، معلقه ولا جوج معالق، المهم تكون هكا يعني باينه شويه في العجينه. وصافي غادي تطويو، ديروا الطبقه. المهم بغيتو دهنوا هاد الطبقات هادي دهنوهم، حيت كاين اللي ما كيدهنوهمش. ما بغيتوش صافي ديروا لهم غير دهنوهم هكا شويه ديال الزيت غير باش ما يلصقوا لكمش الطبقات، وطويو عادي. مادام انا غادي ندير غادي نضوب الملويه، غادي ندير حبه وسط حبه، فعادي جدا غادي ندير الحشوه عاوتاني ما بين الطبقات باش تجي شويه باينه. المهم ضروري خاصكم العجينه تلقوها رقيقه بزاف باش توصلها العافيه ويطيبوا مزيان، بالاخص الا كنتو غادي طيبوهم في المقله. المهم صافي غادي نحطوها على جنب، وغادي نطلقوا كره اخرى ديال العجينه حتى هي تكون رقيقه بزاف بحال باش يدخلها عاوتاني الطياب، وكتجي هكا كتجي زوينه، ما كتبقاش معجنه لكم من الداخل. هذيك المسمنه اللي قادينا في الاول، داك الجهه الرقيقه هي اللي غادي نحطوها من الفوق باش غادي نوليو باش نضبلوا لها العجينه وما تحلناش وما تخرجش الحشوه من العجينه. الجهه الرقيقه هي اللي غادي نحطوها من الفوق صافي. وغادي تصيبوها بهذه الطريقه هذه. بغيتو طويوها بالشكل العادي اللي كنطويو به المسمن العادي طويوها، بغيتو تقلبوها وديروا بحال هكا بحال اللي درت انا، بحال دوبلت المسمنه من جوج ديال الجهات صافي. وغادي نحطوهم على جنب.
وغادي نستمروا هكا حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا، وعاد غادي نبداو نطيبوا. ولا كان عندكم اولا الا بغيتو تضيفوا عليهم الفرماج ديال الساندويتش كيعطيهم واحد المذاق غزال، حسن كاع ملي كيجيو غير هكا بلا به. المهم كيبقى اختيار هذاك وصافي، حتى انا راه ما كنديرهمش ديما به، وتا دابا راني درت النص به والنص بلا به. المهم صافي كتصايبوهم بطريقه عاديه جدا، ديما الجهه اللي رقيقه كتكون هي الفوق باش كنضبلوا عليها العجينه، وكنضمنوا ان شاء الله في الطياب ما تطرطق ما تحل حتى شي حاجه. المهم التفاصيل اكثر غادي تلقاو ان شاء الله تعالى في صندوق الوصف، وصفات ديال المسمن معمر، مسمن خاوي عادي وناجح 100%، فيه كاع التفاصيل ان شاء الله تعالى، غير باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم غادي نبداو باول وحده شكلناها، هي اللي غادي نقرصوها، ندهنوا شويه يدينا هكا بالزيت، وغادي نقرصوها غير بشويه حيت العجينه كتكون مرتاحه وكتبقى هكا كدير واحد الفقاعات باش ما تطرطقناش وصافي. وغادي نهزوها بهذه الطريقه هذه باش ما ديرلكمش داك الودنين، وغادي نحطوها في المقله اللي تكون سخونه من قبل، العافيه تكون متوسطه، نرشوها شويه بالزيت وغادي نطيبوها غير على نار متوسطه، وحنا دائما كنقلبوا التحرك، ما تحبسوش نهائيا من التحرك باش كتجي فيها داك التحميره على الوجه كامل، وكطيب مقاده وكطيب حتى من الداخل وكتنفخ لكم. باش تنفخ ديما بقاو تقلبوها، يلا تبدا كتشمع لكم المسمنه قلبوها، عطيوها غير القليب وها نتوما كتشوفوا كتحلكم وهي في المقله. المهم غير العجينه خصها تكون شاده في راسها، تكون قاصحه هكا شي شويه، مرتاحه مزيان، مدلوكه مزيان، والمقله تكون سخونه، طيبوها العافيه تكون شويه هكا متوسطه، ورشوها شويه بالزيت باش كيعطي داك الوجه ديالها كيجي محمر. ولا بغيتو طيبوها ناشفه طيبوها، وبقاو تحركوها حتى كيطيب. هانتوما كتشوفوا كيف كيجي زعما. هذا ديال الفرماج كيجي غزال، انا كيعجبني بالفرماج. ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما كتشوفوا كتجي مورقه ورقه على اختها، والوريقات ديالها شفافين ورقاق. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه ومع السلامه.